السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هكلمكم عن عطور ذوقي بس طلعت مش ذوقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعالوا اكلمكم عن عطور انا من مكوناتها شفتها انها ذوقي جدا، ووصفها كمان بيقول ان هي ليا انا مخصوصة معمولة ليا، بس لما جربتها كان ليا رأي تاني. فتعالوا اكلمكم عن العطور دي بشكل حيادي. هقول لكم انا حسيت فيها ايه، شميت فيها ايه عيوبها، ايه مميزاتها، وانتي ليكي حرية الاختيار. بنصح دايما ان انتوا ما تجيبوش حاجة بلايند باي، لان فعلا الاسعار بقت عالية جدا. هكلمكم دلوقتي عن اول واكتر عطر اتشهر واتطلب مني ريفيو عنه، هو ميار شيري انتنس. العطر المفروض ان هو بديل او دوب لعطر بلاك اوبيوم اوفر ريد اللي بيجمع ما بين القهوة وما بين الشيري. العطر هنا من العطور المصنفة انها جورماند سويت. العطر ده مش اول عطر اجربه من ميار، انا جربت النسخه الاوريجينال برضو، سايبالكوا اللينك بتاع الفيديو بتاعها. ده هيكون تقريبا ده تالت اصدار من ميار. في اصدار صيفي كده كان لونه اخضر، بصراحه ما اغوانيش يعني، ولكن اللون ده اقول فيه ايه اكتر من اللي انتوا شايفينه. يعني هو شكله واضح قد ايه، الازازه شكلها مغري جدا للاقتناء الصراحه. لونها رهيب، كان لازم احط لها يعني مانيكير يليق بيها، لان فعلا البرفيوم تحس ان انتي هتشمي قنبله من الكريز. ودي كانت اول صدمه معايا، ان العطر ده هو المفروض ان هو مزيج ما بين الكريز والكاكاو، ولكن انا شم فيه ريحه الكاكاو اكتر. تعالوا اقول لكم الاول مكوناته وبعدين اقول لكم انا شماه ازاي. العطر فيه فراولة وبرجموت، والقلب فيه مربى الكرز والكاكاو، والقاعدة عبارة عن باتشولي وعنبر وفانيليا. طيب انا بشم ايه من الحاجات دي؟ الحقيقة انا بشم اول ما برش العطر نوتة كحولية قوية جدا. انا مش عارفة، الاول فكرت ان ممكن يكون العطر نفسه كحولي او ريحته كحولية، في ريحة كحول مش مظبوطة هتروح بالتعتيق، وده وارد جدا. ولكن انا دايما بلاحظ ان التوليفه بتاعه الشري مع الكاكاو او مع الشوكليت دايما بيخشها حاجه زي البراندي زي الرم، حاجه لازم يبقى فيها نوتة كحوليه لان هي معروفه يعني بره حتى. فانا اعتقد ان هو المفروض انه فيه نوتة كحوليه، فهي النوتة الكحوليه دي بقى هتختفي، هتنعم مع الوقت، مش عارفه، بس هي اول ما بترشيها بتصدعك جدا، فنصيحه ما تشموش اول ما ترشيه. بعد كده بيبدأ يظهر معاكي بودرة كاكاو قوية جدا، وانا بحس ان هو كاكاو كمان خام، مش كاكاو حتى محلى، بحس ان هو كاكاو خام كده. وبعدين بيبتدي يظهر حموضة من ريحة الفراولة والبرجموت مع بعض، مع لزوعة من الكرز، وشوية سويت بتخش من الفانيليا. انا ما بحسش ان السويت هنا عالي الا في الدراي داون. في البداية احنا كل ده بنتكلم لسه في القلب، حتى انتي بتحسي ان العطر لغاية دلوقتي هو عطر السور، في ريحة الكاكاو واضحة. الباتشولي هنا مديله بودرية معززة مع ريحة الكاكاو، فتحسي ان انتي شامة ريحة الكاكاو هنا باودر، لان الباتشولي مزود الحتة الارسي او الحتة البودرية دي. بس انا بحس العطر ده يا جماعة من العطور التقيلة قوي، الراكزة قوي، اللي عايزة الناس اللي تصبر عليه، لان العطر ده محتاج يتعتق وهيبقى حاجة حلوة قوي. العطر كل ما بيبرد كل ما ريحة الكاكاو فيه بتحلو، بتبتدي ان هي تسكر شوية، بيبتدي يظهر فيه نوتات فاكهية اللي هي المفروض فراولة، والمفروض الكرز كمان. مربى الكرز هنا انا مش حاساها جاية بشكل جامي قوي قد ما انا حاساها جاية بمزازة، جاية بريحة مززة، مش ريحة او مش فيش قوام اللي هو المربى في العطر. فلغاية الاخر انت بتحسي العطر بودري اكتر. فكرني كتير بتشوكليت كفرد شيري من باث اند بادي، ده عندي بقاله كتير جدا. العطر ده بيتهيألي مبقاش بينزل دلوقتي ومش ناس كتير تعرف ريحته. العطر ده عبارة عن ريحة لمبادة، لانه في حتة بيكري محشية بكريمة الشوكولاتة ومربى كريز، وجنبهم مشروب زي الرم او مشروب بوزي او في ريحة كحولية هنا. العطر ده كل ما بيبرد كل ما ريحته بتبقى احلى، وكان من العطور الهاديه قوي عند باس. كان بيبقى عايز مزاج كده وانتي بتشمه مع كوبايه هوت شوكليت او حاجه زي كده، لان ريحه الشوكولاته والشيري فيهم مميزين جدا. ولكن العطر ده بيفرق عن ميار ان هو فيه حته بيكري. ميار ما فيهوش الحته البيكري، الحته اللي هي تحس كأن في ويفر او كده. الكريس في ميار بقى بيفكرني ببلاك شيري ميرلوت برضو من باس، وده كان فيه الشيري فيه في بدايته صور قوي ودارك كده، هو بيفكرني بيه نفس الفكرة. اول ما بترشه برضو بتحس كأن فيه نوتة كحل عالية كده، نفس الحتة اللي موجودة في ميار في بدايته. طبعا لما بيبتدي يبرد بيختلفوا عن بعض.
ولكن هما شبه بعض في الحتة دي. مشكلتي مع معيار مش ان هو توليفته شبه حاجات عندي او فكرتني بحاجات عندي، مشكلتي في معيار ان هو فيه نسبة كحول عالية جدا في البداية، فالكحول ده فعلا بيصدع وبيضايق جدا، فمخليني مش قادرة استمتع بنوتة الكاكاو اللي انا شايفاها عالية هنا حتى اكتر من نوتة المربى بتاعة الكريز او نوتة الفراولة. العطر ده فكرني كمان باتراكشن جيم بتاعت ايفون، اللي حبه هيحب ده. اتراكشن جيم بتاعت ايفون نفس الفكرة، نفس الاحساس بتاع الشوكولات او نفس اللعبة دي، ولكن مغيرين طبعا للتشيري. هناك مفيش كريز، هناك في اللي هو البلاك كارنت، فريحتهم شوية مختلفة طبعا، ولكن نفس التوليفة او نفس الاتجاه. اللي بيحب الاتجاه ده هيلاقيه برضو اتراكشن جيم فيه حتة ناطسي اكتر واعمق شوية عن ده. ده تحس ان هو عبارة عن هوت شوكليت منكه بريحة الفراولة والكريز، وانتي بتشميه هتحسي ان انتي شامة ريحة هوت شوكليت او ريحة بودرة كاكاو مع ريحة فواكه مجففة، فواكه سور. هو ده اللي انا حاساه هنا باختصار لغايه دلوقتي، لغايه ما يركز ويبقى ريحته اتقل شويه من كده. العطر ثابت وفواح، ودي حاجه برضو مضايقاني لان فواحانه فيها نسبه كحول كأن فيه مشروب كحولي، يعني كأن هو داخل فيه رم مثلا. فتحس العطر فيه حاجه كده، ريحه بوذيه عاليه جدا، مش اي حد هيحبها وممكن تصدع اي حد. وفي ناس هيعجبها العطر ده جدا، في ناس على فكره شافوا ان العطر ده سويت قوي، انا ما حسيتش ان هو سويت بالشكل ده. لما بيبتدي يبرد بيبتدي الحتة الفانيليا اللي فيه تظهر بشكل لذيذ، وعموما الدراي داون بتاعه بيبقى افضل كتير من الافتتاحية. وعموما عطور لطافة كلها الفترة الأخيرة محتاجة تعتيق، يعني مش هقل من شهر تركيني العطر عشان تقدري تحكمي عليه بشكل جدي. فجربوا تقسيم الاول، هحط لكم لينك بسان ستور تحت، انا جايبه العطر ده منها، فتقدري ان انتي تقسميه عندها او تاخدي 10 مللي 5 مللي حسب ما انتي محتاجه، وتشوفي هل مناسب ليكي ولا لا. بقيت بقى العطور اتعلمت وجبتها تقسيم، فكان بريوش فانيلا من الحاجات اللي كان لازم اجربها لاني شفت عليها هايب كبير قوي، وطبعا مكوناتها بالنسبه لي الحاجات البيكري والحاجات الجورماند والحاجات دي هي بتستهويني عامه، فقلت لازم اجربه. العطر ده عباره عن ايه؟ عباره عن نوتة البريوش اللي هو الخبز الفرنسي مع البرجموت والفريزيا كبداية، بعدين القلب عبارة عن شجرة التنوب البلسمي وحجر الدم، والقاعدة عبارة عن برالين وفانيليا وبنزوين. بالنسبة لي كان مشجع جدا مكوناته، ولكن للأسف العطر ده المفروض ان هو بيناقش ريحة محل مخبوزات فرنسي. البريوش، ايه هو البريوش او ايه هو الخبز الفرنسي؟ هو خبز بيتصنع اصلا من الدقيق والبيض والزبدة، وبيضيفوا ليه اللبن والخميرة والملح والسكر، فبيحتوي البريوش ده بقى على كمية كبيرة جدا من الزبدة. بالتالي متوقع ان انت تشمي في ريحة العيش ديت او ريحة الخبز الفرنسي ريحة زبدة قوية، فريحة دسمة قوية. ودي حاجة فعلا تحسيها في بداية العطر ده، ان انت بتشمي ريحة عيش سخن بيلمع من كتر الزبدة اللي موجودة عليه. ومتعارف برضو في الخبز الفرنسي ان هو دايما بيبقى فيه اضافات، يعني مثلا بيتحشي شوكولاتة، بيتحشي كريمة، وبيبقى دايما طري جدا طبعا بسبب الزبدة اللي موجودة فيه. بس في العطر ده في حاجة غريبة، وهي ريحة حلبة ملحوظة في البداية، دي بتبان في أول ما بترش العطر، بيبدأ يظهر معاكي ريحة حلبة محمصة تقيلة قوي ومنفرة بعض الشيء، وتحسيها شوية دوائية. فببقى مش عارفة هما ضايفين نوتة الحلبة فعلا ولا ده اندماج مثلا لريحة البريوش اللي مليان زبدة مع ريحة الصنوبر او بلسم التنوب اللي الراتنجات بتاعته ريحتها عطرية جدا. بالمناسبة من الحاجات اللي بتخفف الصداع، بتستخدم في تخفيف الصداع يعني، بس انا بحس في العطر ده بصداع قوي. الحقيقة ان ريحة الحلبة دي مجرد ما بتظهر انا ما بقدرش ان انا استمتع باي حاجة تانية في العطر، وهي بتغطي على ريحة العطر عامة. ورغم ان انتي لما بتدققي شوية ممكن تحسي انك شامة ريحة هيليتروب، ممكن برضو اندماج الهيليتروب ده مع ريحة البريوش او ريحة الصنوبر، ممكن كل دول مع بعض يدوكي ريحة حلبة، مش عارفة. بس بالمختصر المفيد يعني العطر ده عبارة عن ريحة مخبز فرنسي، وبصراحة مش عارفة ليه ممكن اتعطر وريحتي تبقى ريحة عيش سخن في الاخر يعني، بس هو ريحة عيش سخن مليان زبدة مرشوش عليه حاجة شبه اللي احنا بنرشها مثلا زي الشمر والحاجات دي. فهو ريحته بالمختصر مفيد كده يعني. ممكن حد يكون يحب ان هو يعمل له ليرنج او يعيش حالة بيه ان هو يرش ويحس ان هو يستحضر نفسه يعني في كافيه فرنسي او في مخبز فرنسي. بس الحقيقة ان الوضع يعني انا حاساه لا، يعني حاساه ان هو من العطور اللي خدت هايب كبير وهي ما تستاهلش ده، رغم ثباته وفوحانه وادائه القوي، الا ان العطر انا حاساه
يعني مش عطر، يعني مش حاسة إن ده عطر. بعدين إكلير كان برضه من الحاجات اللي أنتم يعني طلبتوها مني بشكل مميت، مع إن أنا كنت قُلت لكم إني جربت تسكين ومش حابة إن أنا أجرب إكلير ومش حاسة إن أنا محتاجة إكلير أصلًا، ولكن أنا بالنسبة لي إكلير ده ما هو إلا حلوى الإكلير العادية اللي إحنا بنشتريها، اللي بناكلها عبارة عن توفي كراميل sweet جدًا، في حتة synthetic كده صناعي تحسي إن هو فيه ريحة بلاستيكية خفيفة، ولكنه عطر لذيذ، طبعًا قابل للlayering جدًا. العطر ده برضه من العطور الغريبة شوية، لإن هو أول ما بتشميه الناس قالت إن هو بيعطّسها أو بتعطس كتير لمّا بتشمه، ده عشان هو بيهيّج الجيوب الأنفية، هو فيه نوتة صناعية قوية بتهيّج الجيوب الأنفية الحقيقة. أنا بالنسبة لي تسكين أفضل منه، تسكين كراميل كاسكيد بتاعة باريس كورنر بيفوقه في الأداء والفوحان، أقوى وثباته أعلى، وإن كان في تسكين نوتة مسكية واضحة، بتهدى تدريجي كل أمّا بتقعد عندِك وكل أمّا بترشيه الأول بتحسيها وبعدين بتهدى، وبتبقى ريحتها بعد كده ريحة كراميل بونبوني جميلة جدًا وتقدري تعملي لها layering كل حاجة. بس أنا بالنسبة لي إكلير ما فيهوش الحتة المسكية دي، ما فيهوش ريحة المسك دي، بس فيه نوتة مهيّجة كده للجيوب الأنفية، تحسيها حاجة زي مثلًا عارفين لمّا تحطوا شطة على حاجة فتعطسوا لمّا تشموها، هو ريحته كده. أنا ما باعطسش منه ولكن بيهيّج لي فعلًا الجيوب الأنفية أول ما باشمه، وبياخد وقت لغاية ما ينعم ويهدى وريحة الكراميل فيه تحلو. لو هاختار ما بينهم هاختار طبعًا تسكين، أولًا سعرها يعتبر نُص سعر إكلير، تاني حاجة نفس الريحة، يعتبروا نفس الريحة جدًا، هي بس النوتة المسكية اللي في الأول دي وبتهدى على طول. تالت حاجة إنها ما فيهاش الإحساس اللي هو بيهيّج الجيوب الأنفية اللي موجود في إكلير، فبما إني مريضة جيوب أنفية فمش هاقدر إن أنا أستحملها، وإن كان الاتنين ريحتهم تعتبر واحدة، يعني ما فيش فروق جسيمة ما بينهم تستاهل فرق السعر ده. بعدين هنروح لقمة من لطافة، برضو قمة من الحاجات اللي كنتوا دايما عمالين تقولولي عايزينك تجربيها، مع ان امة لا اله الا الله كلهم جربوها، ولكن حبيت برضو ان انا اجربها رغم ان انا عارفة ان هي هتكون شبه كل البدائل اللي انا جربتها لجود جيرل. وانا عند رأيي ان مفيش بديل لجود جيرل قدر يجيب نفس النوتات النطي اللي موجودة فيها، نفس ريحة اللوز، نفس الجمال بتاع جود جيرل بتدرجها. انا من هواة جود جيرل الاوريجينال وبحبها. الحقيقة قمة ما فكرتنيش بجود جيرل الاوريجينال بس لا، هي حسستني ان انا جبت الدوب لاصدار تاني من جود جيرل، وهو من احب الاصدارات لقلبي، وهو جود جيرل جير، اللي هو عبارة عن تخفيف وتأنيث لجود جيرل الاوريجينال. العطر ده هو النسخة الفريش الزهرية اكتر الخفيفة اكتر من جود جيرل. قمة بيبدأ بنوتة ليموني منعشة كده، نفس النوتة دي موجودة في الجير، وبعدين بيبتدي يدفى وبيبتدي يظهر فيه زهور مع احساس كاندي زي الحلوى كده، زي ريحة الدولشي ديليتشي اللي ريحته قريبة شوية من ريحة الكراميل، مع ريحة فانيليا بتخلي العطر في هدوءه جميل جدا. حتى ريحة القهوة واللوز فيه خفاف، عكس جود جيرل السودا اللي ريحة القهوة فيها تقيلة مع ريحة مسك الروم، يعني مكوناتها في الاخر بتبقى تقيلة شوية عن ده. قادرة افهم ليه الناس بتحب قمة قوي، او بتحس ان قمة احلى كمان من جود جيرل، في ناس شايفاه كده، وده عشان هو مش بديل لجود جيرل قد ما هو بديل للجير اللي هو العطر اللي كل الناس بيحبوه بره. قمة قدر يوفر له بديل مفيش اي بديل من بدائل جود جيرل قدر يوصل له. فالعطر ده لو انتي حابة تجيبي له بديل، لان هو صعب الحصول عليه دلوقتي ومش موجود اصلا، تقدري تجربي بداله قمة اللي ادائها كويس جدا يعتبر متقارب ليه، وفوحانها برضو حلو قوي. بعد كده سويت توست من سابرينا، وده عطر امريكي اتعمل منه بادي ميستات برضو، اتشهر قوي بشكل كبير قوي في المجتمع العطري كله. العطر ده شكله كده زي ما انتوا شايفين بيشبه بار الشوكليت، او تحس ان انتي شايفة شوكليت مثلا لونها بينك. نازل منه اصدارات كتير، نازل منه الابيض والكراميل، نازل منه الوان كتير، بس انا قدرت اجرب البينك والبني على اساس ان دول اشهر اتنين، فجبت تقسيمات طبعا من المستات بتاعتهم، لان بصراحة سعرهم غالي قوي على انهم عطور سليبرتي، يعني ال30 ملي غالبا معدي ال2500 جنيه. طبعا من لونه البينك ده بيوحي ان هو قد ايه عطر بناتي، بس الحقيقة ان هو اول ما رشيته انا شميت كمية كحول مش طبيعية. فلو انتي عايزة تجربي المستات بلاش، انا مش عارفة البرفيوم فيه الكحول ده ولا لأ، بس المستات بتاعتهم مليانة كحول، ريحة الكحول فيها بشعة في البداية لدرجة انك مش قادرة تشمي المكونات، وخفيف جدا. المارشميلو فيه تحسيه مارشميلو مشوي،
عارفين هو ريحته عبارة عن بادي ميست عادي جدا، ريحته ريحة فانيليا ومارشميلو، وريحة المارشميلو من كتر ما هي تحسيها محمصة كده فمديله الدفء، وفي ريحة شوكولاتة دارك مخلية الدنيا مش سويت قوي، رغم وجود الفانيليا ووجود سكر ووجود جوز هند. كل ده المفروض مخلي العطر دسم وكريمي، بس برضو العطر مش سويت قوي. ساعات كده من بعيد بحس ان انا شامه ورم فانيليا شوجر، بس من غير الحته الصوبي اللي موجوده في ورم فانيليا شوجر. العطر ده جورماند اكتر، بس هو عيبه ان المستات بتاعته فيها فعلا كحول غير منطقي، فريحته ما بتبقيش قادره تلاحظيها، فبترشيه كانك ما رشتيش حاجه. فين وفين لما بتحسي ان انت قادره تشمي حبه من المارشميلو او الفانيليا بس. يعني جدير بالذكر ان انا اقول ان المارشميلو فيه مش بيجزعني زي مارشميلو في عطور كتير تانية، وطبعا مش محتاجه اتكلم على اداء لان واضح ان هو اداؤه ضعيف. بعدين كراميل دريم، وده برضو من الحاجات اللي كان واخد صيت عالي جدا، بس ده بقى بيختلف عنه ان هو فيه سكر وفي حليب لوز وفي برتقان وفي ليمون وفي فريزيا وفي دارك شوكولات وفي فانيليا واوركيد وفي كراميل وباتشولي وعنبر ومسك وخشب صندل. فالعطر المفروض ان هو اتقل شوية من العطر اللي فات. العطر ده رغم ان اسمه كراميل دريم، الا ان ريحة اللوز والشوكولاتة الدارك مع الباتشولي والعنبر مهيمنين على العطر ومخلين ريحة العطر شوية اركز وتقيلة، ومش مسكرة قوي، مش رايحة ناحية الكراميل اكتر، لا ريحة الكراميل هنا اهدى وريحة اللوز اعلى، ووجود الباتشولي هنا مخلي العطر عميق كده وفيه حتة ارسي. لازم تكوني بتحبي الباتشولي والعنبر عشان تحبي العطر ده. العطر ده فكرني كتير قوي بامبر جلو بتاع باس، حسسني ان انا شماه بالظبط. وعلى فكرة لما كنت جايه اطلبه سألت البنت هو شبهه ولا لا، قالت لي لا مش شبهه، ولكن انا حسيتهم قريبين جدا من بعض. وان كان ميد نايت امبر جلو احلى منه بالنسبه لي كتير. ميد نايت امبر بالنسبه لي مسكر اكتر، في ريحه شبه الكابتشينو او ريحه القهوه، محسسني ان انا بشم مثلا، انا بحس ان انا كاني بشرب كابتشينو وانا شامه العطر. فريحته مش اي حد بيحبها ومش اي حد بيفهمها، ولكن العطر ده برضو من العطور اللي انا بحب اعمل لها ليرنج. ما بستخدموش كتير غير في الشتاء على فكره، ممكن الرشه ولا رشتين تغنيني، ولكن لو هقولك في حاجه قريبه من كراميل دريم فميد نايت امبر جلو بتشبهها بشكل كبير، وبالنسبه لي هي احلى بكتير. طبعا كراميل دريم بالنسبه لي ريحه مسخه، يعني عارفين الريحه اللي لما تحطيها بتجزعك، انا بحس بكده. انا مش عارفه هو واخد الهايب ده كتير قوي وريحته ما تستاهلش ده، ما حبيتهوش وما حسيتوش ان هو ينفع لوحده، ولكن ممكن في الليرنج ممكن تعملي له ليرنج مثلا مع اكلير، هيبقى ريحته افضل، تعلي بس فيه ريحه الكراميل بدل ما هو ريحته مرتكزة اكتر على ريحة اللوز والباتشولي، وتحسي ريحته فيها نوع من انواع المرارة يعني. طبعا غير الكحول الرهيب اللي فيه، طبعا الكحول ده مش موجود في باس خالص. بس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو، دي كانت صدماتي المتتالية اللي انا خدتها مؤخرا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا. لو انتي ذوقك غير ذوقي طبعا الحاجات دي هتكون عجباكي، كل اللي انا بقوله ده عبارة عن ذوق شخصي، وانا بوصف لك الحاجة زي ما انا شماها، ولكي حرية الاختيار. ولو عايزة تجربي انصحك دايما تجربي تقسيم الاول، وانتي اللي تحددي هل ده مناسب ليكي او لا. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هتعجبكم اكتر. مع السلامة.